تنظيم الدولة الإسلامية على أبواب مدينة كركوك. هكذا كانت الصورة حين استعاد مسلحو التنظيم قاعدة تل الورد العسكرية وقرية مكتب خالد جنوبي المدينة من أيدي قوات البيشمركة التي سارعت إلى شن هجوم مضاد سريع بدعم من طيران التحالف وقصف مدفعي مكثف شمل مواقع متقدمة للمسلحين الذين اقتربوا من السيطرة على منشآت نفط وغاز مهمة. وبسبب الاشتباكات اضطر سكان القرى المحيطة إلى ترك قراهم مخافة أن تصل إليهم نيران المواجهات. صار بقع بالحوش مالنا واحنا هزمنا حلالنا. اي والله هناك مقابله بس الصفحه يسمونها الدوله الاسلاميه وبهاي الصفحه ربع البيشمركه. استمر القصف المدفعي والصاروخي لمواقع التنظيم من أجل إنهاك مسلحيه تمهيدا لهجوم مرتقب. بعد سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق استراتيجية جنوبية كركوك، بدأت مدفعية قوات البيشمركة بدك تلك المواقع في محاولة لاستعادة السيطرة على منطقة استراتيجية تحتوي على منشآت نفطية وغازية. في الخطوط الأمامية للمواجهة اتضحت الصورة أكثر، فالمسافة بين البيشمركة ومسلحي التنظيم لم تكن تتعدى بضع عشرات من الأمتار، وما كان لنا إلا الاختباء خلف السواتر الترابية، حالنا كحال كثير من المقاتلين الذين كانوا يتناوبون على إطلاق النار. طائرات التحالف قصفت مواقع المسلحين بعدة غارات، لكن وكما ترى فإن اعتمادنا هو بالأساس على البيشمركة وباقي القوات الأمنية المساندة لها من الشرطة العراقية، ونحن نتصدى لهم منذ الصباح حتى الآن. لكن سرعان ما وصلت التعزيزات إلى البيشمركة ليبدأوا في المساء عملية استعادة الموقعين من أيدي مسلحي التنظيم. أيوب رضا، الجزيرة، كركوك.